السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بقى لي فترة بفكر إن أنا أعمل الفيديو دون، وإن شاء الله نشارك معاكم تجربة جديدة. كان في واحد يعني أعرفه، كان بيسمع أول لما كانت تيجي فيديوهات الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه تظهر قدامه، كان بيشوف بعض الفيديوهات هو في الأواخر، يعني لما الظروف اتضايقت بيه وبتاع بعد النقابة ما فصلته وكده، وكان عصبي ويقعد يكلم الناس بعصبية. فكان صديقنا ده كان بيتضايق، ما يحبش يعني يشاهده، وكان يعني بيزعل من طريقة وأسلوب الدكتور العوضي في العرض، لدرجة إن هو أصلا ما كانش يعرف هو إيه البرنامج اللي بيتكلم عنه ولا فيه إيه. بس كانت الطريقة في البداية خلته إن هو ما يحاولش إن هو يتابع ويركز. فالفيديوهات في الأخير دي ظهرت كتير قوي قوي يعني. طب بيقول يعني ماشي، ما الدكتور عنده نظرية بتاع ما تتكلم فيها طبيا عادي هدوء، يعني خليني عادي توصل للناس يعني. تفاصيل ما كانتش عند صاحبنا دون. وبعدين بعد فترة موضوع زادوا بقى الإعلاميين يجوا ضده، فالنقابة وناس كتير كانت تحرض النقابة عشان ياخدوا إجراء ضده. فعلا نقابة الأطباء اجتمعت وشطبته من نقابة الأطباء. وكان قبلها للأسف، كان حتى لصديقنا ما يعرفش، كان قبلها هو أستاذ دكتور مدرس في كلية طب عين شمس، برضك حصل موقف وبتاع وخدوا قرار ضده ووقفوه. وبعد شطبه بالنقابة قفلوا له العيادة طبعا. فالراجل ده ادى الدنيا وسافر الإمارات. صاحبنا دون لما النقابة شطبته كان فرح، من ضمن الناس اللي فرحت كتير يعني. قال لك لا، يعني كان بيتضايق منه وما بيقبلش يسمع حاجة والأمور دي كلها. فالمهم بعد فترة برضك وعرف عيادته اتقفلت، ولما سافر الإمارات فرح الحمد لله إن إيه طلع بره يعني وكده. طبعا الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه يعني قعد ما اعرفش كام يوم في الامارات. فبعدها في خلال 5 ايام ولا حاجه كان توفى يعني بطريقه او باخرى. فالمهم في الفتره دي صاحبنا بدا يعني يتساءل ايه ده وايه اللي بيحصل ده وايه الموقف وايه الغموض ده وبتاع. بدأت تظهر لي بعض الفيديوهات لبعض الناس المتابعين لبرنامج الدكتور ضياء العوضي، وفي ناس كانت متابعاه من زمان. احنا ما كناش نسمع عن ان البرنامج ده ولا الدكتور العوضي، لكن في ناس كانت معاه من زمان، من سنين يعني، في من 3 ومن 4 سنتين. فالمهم بص لقى فيديوهات بتظهر له بعض الناس كتير، يعني مش بعض كتير، ان هم بيتابعوا نظام الدكتور ضياء، وفي ناس شفيت كتير من امراض غريبة وكتير ومتكررة يعني. فصاحبنا ده عنده السكر يعني من 35 سنة، وطبعا بياخد انسولين طويل الامد، وبياخد رابط اللي هو قصير الامد نوعين، وبياخد طبعا دايماكرون والجلفاسميتا او كلوكوفاج، وبياخد دي ادوية السكر. طبعا السكر مأثر ان عنده التهابات في الاكتاف فظيعة والتهابات في الرقبة، فبياخد برضك ادوية مسكنات وضد الالتهابات، وأدوية بسط للعضلات، وأدوية جابتين عشان يرتاح لما يجي ينام بالليل قصة. وعمل على أكتافه جلسات علاج طبيعي كتير جدا جدا، وعمل أشعاعات إكس راي ورنين وأشعات مقطعية. بقاله أكتر من 20 سنة بيعاني من التهابات الأكتاف وكده، وحتى عنده الصوابع الإيد والحاجات دي من السكر وكده، أوقات إن هي إيده دي معرفش يضمها كده، يعني أقصاها كده من الأعصاب والحاجات دي. فالمهم لما شاف فيديوهات الناس اللي هي بتتكلم حصل وخفت وي وي وي، وقف كده مع نفسه وقفة. كان الدكتور رضي الله يرحمه توفى يعني. قال طب أنا هخسر إيه ما أجرب، من عندي سكر من سنين وبعاني من توابع السكر وكده وبتاع. فعلا الشخص ده خد قرار ان هو يتبع نظام الطيبات. وقبلها كان بيتساءل، يعني هو الدكتور ده عامل دوشه وبتاع عشان الناس تجيله العياده ويكشفوا ويدفعوا مبالغ كبيره عشان نظام الطيبات ده. فوجئ وكانت دي مفاجاه ليه ان
النظام أصلا منشور على النت ومباح للجميع مش أسرار. وحتى كان في فيديوهات للدكتور ضياء العوضي بيتكلم يقول لك مش عاوز حد يجي لي العيادة، النظام عندك والسيستم عندك، تبع النظام ما تخالفش و هتبقى كويس يعني. والراجل أصلا عيادته اتقفلت وزهد في الدنيا، القصة اللي كلنا عارفينها يعني. فالمهم لقى السيستم موجود على النت، فبدأ ينزل داونلود للممنوعات والمسموحات كتابة وفيديوهات مرئية فيديوهات صوت وصورة، وبدأ يتابع عشان يفهم القصة لحد ما عرفه وطبق فعلا النظام. فما شاء الله بيقول بعد أسبوع من اتباعه لنظام الطيبات يعني كل الحاجات اللي كان بيعانيها وكتافه ديا ورقبته اللي كانت مخشنه والوضع ده كله سبحان الله كأنه سحر راح يعني اختفى. عاوز اقول لكم ان الشخص ده اللي هو كان بيكره الدكتور ضياء العوضي ما يحبش يسمعه اصلا، وفرح فيه لما اتفصل من النقابه وقفل العياده وراح الامارات. لكن بعد كده هو سمع تجارب الناس وحب استفاد فعلا من نظام الدكتور العوضي. الشخص ده للأسف أنا فأنا بقدم أسفي واعتذاري وتوبتي أمام الله وأمامكم، وبدعي ربنا أنه يسامحني ويغفر لي إن أنا كنت واخد الموقف ده من الدكتور ضياء العوضي. وبتمنى يا رب وهو عند ربنا يعني إنه سامحني، بطلب السماح والمغفرة وبعتذر وده غلط مني. فأنا هحكي لكم بقى إيه اللي حصل فيا كان بالظبط وإيه النتائج يعني في الفيديو الجاي يعني ونكمل.